أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إلصاق القدم بالقدم المصلي الذي بجانبه؟ كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يلصق أحدهم رجله برجل صاحبه حرصا على تسوية الصفوف، لكن هذا له قيدان. أما القيد الأول فهو ألا يؤذي جاره، فإن أذية المسلم محرمة. فإذا رأيت أن أخاك الذي بجوارك يتأذى من وضع رجلك بجوار رجله فلا تطارده برجلك، كلما سحب رجله مددت رجلك، فإن سحبه لرجله يدل على أنه يتأذى. والأمر الثاني ألا تخرج رجليك عن مستوى بدنك، لأن التسوية في الأصل هي بالمناكب. لو فرجت رجليك كما يفعل بعض الإخوة يصبح مثلث، ستبتعد عن الذي عن يمينك والذي عن شمالك من جهة المنكب، وهذا غير مشروع.